في لعيبه كتير بتجيب اول جمهوريه بس هي لا تصلح للعب الدولي. إيه المقومات اللي بتشوفها في اللاعب تقول ان اللاعب ده لاعب هاوي، او اللاعب ده لاعب محترف يقدر يمثل منتخب بلده كده يعني؟ طبعا يا كابتن في اختيار عناصر المنتخب طبعا هي ليها حسبه، ان انت لازم يكون لاعب بطل، لاعب جايب اول جمهوريه او تاني جمهوريه. بس طبعا انا كمدرب منتخب انا ليا رؤيه، ممكن لاعب يكون مثلا بيلعب في دور الاربعه وانا شايف ان ده لاعب يقدر يمثل مصر دوليا، او لاعب يقدر يلعب في بطولات دوليه عكس اللاعب المحلي. لعيبه كتير بيجيب اول جمهوريه بس هي لا تصلح للعب الدولي. بس اللاعب الدولي طبعا ليه مقاومات، يعني انا بالنسبه لي انا شايف لاعب عنده هدف، عنده مقومات البطل، لاعب متكامل، مش لاعب مثلا بيلعب بايديه وسايب رجليه، لا انا عايز لاعب متكامل. والى جانب طبعا ان انا لازم يكون اخلاقيا لاعب ده اهم محترم حاجه طبعا. عشان يقدر يمثل مصر، لان طبعا بيكون واجهه لمنتخب مصر. وجه لبلده ووجه لشعبه ووجه لا